لو انا هفرض خطه ان هو لو شخص هيقسم ده، دي للشخص اللي هيقسم، انا اقدر اقول له يقسم ازاي. بس في ناس انا اعرفهم قسموا السنه وجاب مجموع عالي وكمل في كليته طبيعي، يعني ده التقسيم على حسب الشخص. تلاقي الاسره كلها تركيزها كلها عليك وبيدوك كلهم فلوس وكلهم عينيهم عليك، انت تحس نفسك كده قاعد في اوضه كلها مليانه كاميرات، كلها بتبص، كله مركز معاك. دي حاجه هتضغطك نفسيا، تضغط اي حد نفسيا. نسيت بقى ان خلاص انا 96% ما عدتش محتاج اذاكر قوي او كده. هي دي بقى دي ليها ميزه وعيب، يعني المجموع العالي ده ليه ميزه وعيب. ان هو بيحس ان هو خلاص بقى شاطر وخلاص هيلحق بقى خلاص طب وخلاص هيحقق حلمه، فبيبدا مستواه يقل شويه. ايوه دي من يعني الكسل اصلا ممكن يخليك تجيب من تبقى من 96 ل 50% عادي. عادي عادي خالص. يعني انت مثلا انت ممكن المستر يشرح الدرس انت فاهمه، بس بعدها بفتره انت بتنسى. بتنسى اللي انت فهمته. السلام عليكم، ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله معانا فيديو جديد، تمام؟ هنصحكم فيه ازاي تقسموا السنه، تمام؟ ولو حد عايز يقسم، معانا تجربه طبعا. دكتور علاء قسم السنه، ماشي، وجاب 4 كام 91% ولا 92%، تمام؟ فاحنا هنعرف بقى قصته مع التقسيم، وبعد كده هنصحكم ازاي تقسموا اصلا وازاي تقسم بفن، ماشي؟ ده للناس اللي عايزه تقسم السنه، ماشي؟ لكن لو انت مش هتقسم السنه واهلك هيعملوا لك مشاكل، ما تسمعش الفيديو ده، تمام؟ ولو وراك مذاكره مراكمه برضو روح ذاكر ان شاء الله، يعني ما تضيعش وقتك يعني في قلب الفيديو ده، تمام؟ فيلا نصلي على النبي يا دكتور علاء. دلوقتي انت دلوقتي قسمت السنه، يعني كانت 2020 و2021 تقريبا، صح؟ مع بعض. طيب قول لنا بقى ايه يعني، اولا ليه قسمت السنه، وثانيا خدت ايه كام ماده في اول سنه وكام ماده في ثاني سنه، وايه اللي حصل يعني، وخدت كام درس وكده والكلام ده. انا اجلت السنه عشان انا في ثانيه ثانوي ما جبتش الحاجات اللي انا كنت عايز اجيبها، مع اني كنت شادد كويس، بس ما جبتش الدرجه اللي انا عايزها. فلقيت نفسي انا في ثانيه ما عرفتش اجيب الدرجه اللي انا عايزها، ففي ثالثه اكيد مش هعرف اجيب الدرجه اللي انا عايزها. انا كنت شادد في ثانيه كويس يعني. ففي ثالثه قلت انا هاجل، وقمت قايل بقى عشان اجل لازم بقى ايه اركز وافهم. وقعدت بقى اسال الناس اللي بتاجل، ولقيت ناس كتير قوي بتقول لي هتزهق وهتمل وهتنتحر، وناس انتحرت وابن خالي انتحر وحاجات من ديت. صحيت مره كده الساعه 2 بالليل، قلت بقى ايه عشان لما مل وازهق لازم يكون حاجه معايا تشجعني. قطعت ورقه من الكراسه كده وكتبت فيها اقر انا، كتبت اسمي، ان انا بكامل قواي العقليه عايز اجل، وهاجل مواد كذا وهسيب مواد كذا، وان انا مش همل ابدا. كان معايا دوسيه كده من ثالثه اعدادي، حطيت في الورقه وقفلت وسبتها عشان لما ازهق انا فعلا لا في حاجه تحركه في دافع، ولو شيء بسيط بيدافع. يعني حاجه يعني ايه. السنه الجايه انا فعلا مقرر من قبل كده ان انا مأجل. مش فكره ان انا لا ازاي هنزل مره ثانيه، وازاي هبقى يعني ازاي سنه ثانيه هبقى في ثالثه ثانوي ثاني. يعني في ناس بتشوفها شكلها وحش وكده فبتزهق وكده. انما انا كنت جاهز نفسيا للسنه اللي بعد اللي جايه ان انا هنزل ثاني عادي ثالث سنه. فدي الحاجه اللي خلتني يعني ايه اكمل عادي في السنه الثانيه. اللي خلاني انا بقى كان عندي مشكله بسيطه، ان انا خدت في السنه الاولى الكيمياء والفيزياء والرياضه والانجليزي والاحياء في السنه الاولى. قلت ليه بقى؟ عشان انا لسه طالع من سنه ثانيه، فاكيد مش عايز انسى بقى الفيزياء والكيمياء والقوانين والحاجات دي، عايز دلوقتي تبقى شغاله عشان ايه اشتغل على طول فيها، اوصل يعني بينهم. وسبت المواد الشرعيه والمواد العربيه للسنه اللي بعدها. جيت بقى دخلت في المنهج واستمرت في المنهج لحد شهر 12. بعد كده حصل الهبوط اللي بيحصل عند اي حد، واحد بيحس ان هو خلاص مش قادر. تيجي على نص السنه كده تتعب، ما تبقاش قادر تذاكر. بيبقى الواحد بيذاكر مش قادر يذاكر، مش قادر يذاكر بدنيا ونفسيا، مش قادر يذاكر اي حاجه. هو بيذاكر يعني زي الواحد كده لما يكون بيقرا كتاب وبيقعد يقرا وخلاص عقله ما عادش بيستوعب الكلام بس او بيهني. هي حاجه لا اراديه كده، انت بتلاقي نفسك مش قادر تذاكر، وقفت كده لا اراديه. بعد كده قمت تاني بقى في بدايه شهر 2، يعني من نهايه شهر 12 لحد بدايه شهر 2 شهر كامل كده انا مفيش نفسيه خالص. بعد كده قابلت بناس كويسه كده في شهر 2، يعني الصحبه دي يعني شيء مهم قوي. هم بقى خدوني تاني وقوموني تاني لحد ما وصلنا لحد شهر 6. في بقى تفاصيل كتير على ايام انا على 2020 ما كانش احنا عندنا في البيت نت، فكنت انا بذاكر من الكتاب ومن ورا المدرس بس، ما اعرفش يعني نت، حاجه، مفيش اونلاين، مفيش ما اعرفش حاجه اسمها نت ولا اونلاين ولا خط ارضي ولا راوتر. مفيش راوتر اللي انت بتتفرج من عليه على الفيديو ده. انا كان مفيش الكلام ده. عشان اجيب فيديو واحد لازم اروح اشحن ب 20 جنيه
واسمع نص الفيديو يقطع مني واجيب 20 جنيه تانية عشان اجيب كارت تاني. لا مش عايز انا الكروت اللي عايز النت خالص. انا هاخد الكتاب في شنطتي واجري اروح للمدرس اقعد عنده هناك لما نحل المشكله دي. فدي بقى من اكتر الحاجات يعني اللي كانت صعبه بالنسبه لي، وهي بقت حلوه الايام دي. الناس بقت متوفره لكل الناس ان هم يقدر يشوف اي مساله. الاونلاين بقى موجود يعني كل حاجه متوفره. الاونلاين بقى موجود وكده. هو يعني ده شيء كويس قوي، معاك مدرس في البيت، معاك مدرس في الدرس. دي حاجه احنا بنتمناها يعني، حتى احنا في الجامعات برضو بنتمناها ان احنا نفس المنهج ونفس الحاجه دي. حاجه برضو محيرانا برضو. دي شيء كويس جدا. انت برضو الحاجه دي انت بتعملها كويس قوي يعني. فكره اونلاين نفسه بتوفر يقدر يلم حاجات كتير جدا في وقت قليل كمان يعني. يعني الاونلاين بصراحه يعني احسن بكتير جدا من السنتر. خلي بالك الاونلاين ده يعني حاجه كويسه قوي لدرجه ان انا يعني لما كنا ايام ما كانش فيه اونلاين كنا احنا مثلا نروح نجيب كتب تانية يعني مثلا كتاب الكيمياء ده كان عندي 7 كتب. حاليا دلوقتي معاك كتاب واحد ومعاك 7 مدرسين. معاك 7 مدرسين على اليوتيوب. على اليوتيوب ايوه. ومشترك مع ناس تانية. ايوه. وبالنسبه لليوتيوب بقى بجد انا عايز اقول لك حاجه انا ممكن ما اكونش قلتها لك. انا من ضمن الحاجات اللي بتفرحني ان انا بشوفك عندنا في البيت. اختي بتشغلك في الكيمياء والله في العضويه. والله بجد ده لا يا عم يقول لك بيعمل دعايه بقى يعني. لا يعني مش دعايه بس دي حاجه انا بفرح بيها ان واحد صاحبي يعني تلاقي موجود مش محتاج مسافات عشان تجي لي الدرس. في ثالثه ثانوي فبتقعد بقى ايه تشوف الشرح وكده. انتقل بقى لمرحله الامتحانات بقى. الامتحانات دي كانت ايام صعبه الصراحه. الواحد كان ممكن يقعد مثلا حوالي 12 14 16 ساعه صاحي وبيحاول يجمع. يعني الرياضه دي يعني حاجه كده ما بتتجمعش ما بتخلصش لان كل شويه مسائل وكل مساله فيها فكره. بالنسبه برضو للفيزياء بالنسبه برضو الكيمياء برضو محتاجه مجهود. المواد العلميه عامه يعني كانت على الطالب الازهري بصراحه بتبقى ايه تقيله شويه. اي طالب ازهري لانه بيبقى عليه ضغط كبير بيبقى على حاجات كتيره قوي. ما بيعرفش ان هو وكمان انت كنت في فتره اللي هو ما فيش اونلاين فتفهم يعني بسهوله. ما هي دي المشكله اللي هو ما فيش اونلاين. يعني انت مثلا انت ممكن المستر يشرح الدرس انت فاهمه بس بعدها بفتره انت بتنسى. بتنسى اللي انت فهمته. وين بقى قبل الامتحان لما المدرس يقول لنا مثلا او المستر يقول لنا خد مثلا امتحان وحله وشوف انت هتحله في كام ساعه. واللي هيحله في 6 ساعات يبقى شاطر. واروح اقعد احل في 9 ساعات ولا 10. وايه ده دلوقتي بقى مثلا تفتح اي حاجه اي مدرس انت مشترك معاه مثلا في الكيمياء تلاقي نفسك حل لك مثلا 3 امتحانات في ساعه او 3 امتحانات في 3 ساعات. لو يعني بيفهمك كل حاجه وبيشرح كل حاجه فهتلاقي الدنيا بقت سهله خالص. في الفيزياء برضو كان بيحصل معايا نفس المشكله ان هو الواحد بيقعد وقت كبير قوي يحل في الامتحانات والكيمياء والانجليزي. كان عندي انا بقى كان عندي بين الماده والماده فتره كويسه في حدود مثلا 3 ايام. لان هو كان مأجل مواد بقى فكان يعني كان بيبقى بين مثلا الكيمياء والفيزياء مثلا في ولنفترض 4 ايام او 5 ايام 7 او 5 ايام. في مواد في الوسط كده ما بيمتحنهاش لانهم خلال السنه الجايه. فعلا انت وضحت كده بالظبط. فدي بقى كانت بتدي معايا بقى حاجه كويسه ودي بقى خلتني بقى اجيب درجات كويسه في المواد في الاول يعني. ودي خلت الواحد بقى عنده يعني دافع اللي يكمل في السنه الجايه. اللي يكمل السنه الجايه يعني هو جاب في المواد العلميه درجات حلوه يعني. انا كنت جايب في المواد العلميه حوالي 96%. ايوه. وبعد كده جيت بقى في المواد اللي بعد كده حسيت بقى ان خلاص انا 96% ما عدتش محتاج اذاكر قوي او كده. هي دي بقى دي لها ميزه وعيب يعني. المجموع العالي ده ليه ميزه وعيب. ان هو بيحس ان هو خلاص بقى شاطر وخلاص هيلحق بقى خلاص طب وخلاص هيحقق حلمه فبيبدا مستواه يقل شويه. ايوه فبيبدا معاه في المشاكل. هو بتبقى داخل السنه بقى متحمس ان انا مش عايز انقص، عايز استني ثابت على 96 وبتاع. بس بعد كده تبدا لما التعب يزيد بقى طب ما انا جايب 96 يعني مش مهم لو نقصت لي حاجه بسيطه. طب ما هجيب 95 ولسه ما زلت الحق طب بدل ما ادخل طب القاهره لا ادخل طب اسكندريه او ادخل طب المهم يعني هروح مكان بعيد شويه بس مش مشكله انا تعبان انا مش قادر. لقيت نفسي نزلت تحت في 92. دي بقى من ضمن الحاجات يعني اللي هو في السنه الثانيه ان الواحد بيبدا كسله بينزل 50% في السنه الثانيه على طول. فدي من يعني الكسل اصلا ممكن يخليك تجيب من تبقى من 96 ل 50% عادي. عادي خالص. من ضمن الحاجات بقى اللي هتواجه اي حد في ثانويه بنسبه 90% اللي هي الحاله الماديه بتاعت اي اسره. تلاقي الاسره كلها تركيزها كلها عليك وبيدوك كلهم فلوس
وكلهم عينيهم عليك، انت بتحس نفسك كده قاعد في اوضه كلها مليانه كاميرات، كلها بتبص، كله مركز معاك. دي حاجه هتضغطك نفسيا، تضغط اي حد نفسيا. وكمان سنتين، فاللي هو يعني كتير كتير جدا. فاللي انا عادي لو انت حاسس نفسك ان انت ضعيف عادي خدها في سنتين، بس حاسس نفسك تقدر تاخدها في سنه واحده ما تترددش لو 1% انك تاخدها في سنه واحده. يعني انت لو هتاخدها في سنتين وتجيب طب، لو هتاخدها في سنتين وتجيب طب وتاخدها في سنه واحده وتجيب صيدله، خدها في سنه واحده وهات صيدله. يعني هتحس نفسك داخل صيدله، انت مالك صيدله. ده اولا يعني هي دي، هتلاقي نفسك ماشي في صيدله كويس قوي. ثانيا هتلاقي نفسك انت وفرت فلوس كتير وزنقه وعدت بقى، ونفسيا ممكن تبقى احسن يعني. بس في ناس انا اعرفهم قسموا السنه وجاب مجموع عالي وكمل في كليته طبيعي يعني. ده التقسيم على حسب الشخص. تمام. فاجمالا كده تمام. هو قسم سنتين تمام. هو حكى لك بكل اخطائها، انت اكيد فهمتها يعني. ماشي. فاحنا دلوقتي محتاجين، انت هو دلوقتي قسم بدون خطه، يعني احنا ممكن نقول ان هو دلوقتي قسم بدون خطه، واكيد طريقه التقسيم بتاعته اثرت عليه في الجامعه نوعا ما في فهم المواد في الايه في الكليه. فنقدر نقول دلوقتي احنا لو انا هفرض خطه ان هو لو شخص هيقسم، دي للشخص اللي هيقسم، اقدر اقول له يقسم ازاي. تمام. ممكن دي تكون يعني ايه طريقه تتناسب مع ناس كتير وناس لا. ماشي. بس احنا بنقول وايه واللي يقدر يعني اللي نقدر نساعد بيه. تمام. فدلوقتي انا من وجهه نظري لو الشخص هيجي يقسم، اولا كده لو هو ثانويه ازهريه 17 ماده طبعا او 20 ماده ايا كان، ياخد في اول سنه المواد الشرعيه. ياخد في اول سنه مواد ايه؟ الشرعيه. اولا سهله. تمام. الشرعي والعربي مع بعض مواد سهله ويقدر يجيب فيها مجموع. معايا ولا مش معايا؟ تمام. ثانيا بقى، طب دلوقتي هو هيقعد سنه كامله وهيمتحن السنه اللي بعدها ايه؟ المواد العلميه. فكده هو هيسيب المواد العلميه كام سنه مش هيذاكرها. فبالتالي هو طالع من ثانيه ثانوي المفروض بيخش ياخد المواد العلميه عشان هو لسه فاكر وكده، عشان ما يجيبش فيها درجه وحشه وما ينساهاش. فكده يحصل دروب معانا. يعني انا دلوقتي هاخد المواد الشرعي والعربي وهسيب ايه؟ المواد العلميه. بنلحق المواد العلميه ازاي؟ انا دلوقتي من وجهه نظري ان هو عنده حلين دلوقتي. اول حاجه هو يكمل في الشرع والعربي عادي اساسي. تمام. اكنه مثلا معاه كام ماده كده، مثلا نقول 10 مواد او 9 مواد. تمام. بس هم سهلين يعني، صعوبتهم تقدر تتغلب عليه. المواد العلميه تعمل فيها ايه بقى؟ اولا كده انزل فيها درس. المواد العلميه انزل فيها درس بس ما تذاكرش كلمه. يعني انا مش عايزك تذاكر بعد الدرس اللي هو الكيمياء الفيزياء الاحياء يذاكر كلمه. انا يا دوبك بروح الدرس بفهم، بحل مع المستر في قبل الحصه، بس بعرف المنهج عشان ذهني ما يبعدش تماما عن الكيمياء، ما يبعدش تماما عن الفيزياء كده. معايا ولا مش معايا؟ وهقول لك ايه ميزه ان انا اخلي المواد العلميه اصلا قريبه من الجامعه. يعني دي ليها ميزه هتيجي قدام. دي ميزه دي هتيجي قدام. لو وقعت فيها هي دي بقى غلطه هو هيقولها لك كمان شويه. بس الفكره ان انت دلوقتي هتقسم المواد الشرعيه والعربيه وتروح فيها درس المواد ايه؟ الكيمياء والفيزياء والاحياء. طيب واحد هيجي يقول لي ايه؟ ما هي دي هتبقى تكلفه. انا ايه هروح ولسه هروح السنه اللي بعدها برضه تاني كيمياء وفيزياء واحياء، وانا اهلي هيستحملوا؟ هقول لك في حل تاني، ان انت تاخد اونلاين. فاهم؟ الاونلاين يعني انا بقول لك اشتراك الكيمياء الترم كامل معايا ب 100 جنيه. الترم كامل 3 شهور 4 شهور. يعني اول 3 بيبان في الكيمياء او اول 4 بيبان، يعني 3 بيبان ونص ب 100 جنيه. انت متخيل؟ هو وكمان ايه بقى؟ يعني انت في شرح وحل وكده. انت يا دوبك بس انت مش محتاج غير انك تسمع المحاضره بس وتحل الاسئله اللي بتبقى فيها، الامثله المحلوله يا دوبك بس. خلصت ما تذاكرهاش. انا بقول لك مش عايزك تذاكرها. ليه؟ لان انت السنه اللي بعدها هتكون بقى انت داخل اولا واخد فكره عن المواد العلميه. تمام. رقم 2 انت ما نسيتش. انت ما نسيتش خلاص. انت لو انت اصلا دلوقتي ما بيعرفش يعمل طرفين فاصلتين في الرياضه. اللي هو ممكن لو قعد فتره شهرين بيبقى نسي الرياضه. لا انت اولا دلوقتي هتكون واخد فكره عن الرياضه، واخد فكره عن الكيمياء، واخد فكره عن الفيزياء. فلما تخش السنه اللي بعدها تبقى انت خلاص بقى بتلعب بيهم لعب كده عادي. فهو دلوقتي يقدر ان هو ياخد في اول سنه المواد الشرعيه والعربيه زي ما قلت، والمواد العلميه ياخدها بس ولو حصص. هو كده في الحالتين هيبقى مضغوط. ما انت تعمل انت كده ثانويه ازهريه. فانت بقى بس يا دوب بتقلل الضغط عليك. تعالى بقى انت مثلا خدهم طول السنه، مثلا اسمع الشرح، ثم يا عم تعالى مثلا من اول شهر 3 وقفهم. هتحس بقى ان انت محتاج تراجع بقى وتتمكن من المواد الشرعيه والعربي وتحل فيها كتير ومراجعه ايه. تعالى من شهر 3 وقف المواد العلميه بقى خلاص. هي سواء خلصت المنهج او ما خلصتش، او يعني المستر بتاعك خلص المنهج او ما خلص. على شهر 3 تقريبا كلنا بنخلص يعني، او 15 3 بيبقى انا بصراحه انا خلصت 15 3 واحنا خلصنا المنهج. فانت هتيجي على شهر مثلا 3 وقف الدروس كلها، يعني وقف اللي هو المواد العلميه. تمام. ركز بقى مع الشرع والعربي. هتخش الامتحان اخر السنه باذن الله هتلاقي نفسك
كويس يعني مرتاح. وكمان امتحان الثانويه الازهريه السنه دي متحدد يوم 9/6. بيتحدد يوم 9/6. فده فتره يعني ايه في وقت. هو ممكن يكون هم حاسين مفيش وقت، بس هو عامه في وقت لو انت معاك شرعي وعربي بس. لو انت قررت ان انت تقسم السنه فانت معاك شرعي وعربي بس. تمام. السنه اللي بعدها بقى هتكون انت داخل، مش محتاج اقول لك تعمل ايه بقى، لان انت هتبقى معاكش غير مين؟ كيمياء وفيزياء واحياء ورياض، وانت كده كده واخد عنهم فكره. فبالتالي لما تيجي تبدا بقى تبقى الموضوع ايه؟ سهل. صح. انت جربت المستر ده طول السنه، عرفت فهمت لقيت نفسك بتفهم. جربت مثلا الكتب، كده كده معاك الكتب مش محتاج تشتري، او يا عم ما تشتريش كتب حتى في اول سنه. فكره ان المنهج يمر على المنهج مر عليك مره، دي لوحدها ايه؟ دي لوحدها حلوه، دي لوحدها كفايه. ده بقى العيب اللي كان هو عمله. فهو دلوقتي غلط غلطه ممكن تكون اثرت عليه في الجامعه بعدين. لا هي فعلا اثرت، هي فعلا اثرت عليك في الجامعه، بس هي يعني نوعا ما انت هتلاقي صعوبه. بدل ما تخش اول سنه انت طبعا بتبقى تايه في الجامعه، فانت محتاج تبقى المواد اصلا اللي انت بتاخدها في سنه اولى جامعه اللي هي اصلا بتبقى عباره عن البيزك بتاعك في الثانوي. فانت مش مستاهله ان انت تعافر في سنه اولى دي يعني كتير. وكمان انت محتاج في اول سنه دي انت تجيب امتياز عشان تقدر ترتب على الدفعه بعدين وكده. تمام، عشان هتسهل عليك الامور بعدين. أيوة. هي ضربه البدايه هي اللي بتحدد كل حاجه. أيوة. وبس يا شباب، يعني بس كده تمام. اي نصيحه تقدر تقولها له؟ حاول لو تقدر تاخد السنه على بعضها سنه واحده، خدها سنه واحده. مش هتقدر تاخدها سنه واحده، مش هتقدر تاخدها ماديا، مش هتقدر تاخدها نفسيا سنه واحده. خدها على سنتين، وفي ناس كتير جدا خدتها على سنتين وقفلت 100%. يعني في ناس نعرفهم اصلا يعني مش كل هيقسم هيجيب 92 يعني. لا في بس احنا انت اصلا بتتعلم من الاخطاء اكتر من بتتعلم من الشخص اللي جاب مجاميع عاليه. عادي، احنا بنقول لك الاخطاء عشان تتجنبها. ايوه تمام. والافضل ان احنا نقول لك الاخطاء، مش نقول لك نفضل نشجعك ونحفزك على الفاضي. تمام. وبس احنا ما بنشجعش على التأجيل، احنا بس عايزين نطمن الناس، وان شاء الله يعني تكونوا تاخدوا السنه في سنه واحده وتكونوا مع دفعتكم يعني، ويا رب تجيبوا مجموعه عاليه. فصل اعلاني بقى. وبس يا شباب، اتمنى لكم دوام التوفيق. بفكركم ان لو انت ضايع في الكيمياء او ما لمتش الباب الاول ومراكم الباب الاول يعني تمام، ومحتاج تلمه في وقت قصير، تمام، ان شاء الله المنصه بتاعتنا هتكون متاح عليها الشرح بالحل بكل حاجه انت محتاجها لو انت ثانويه ازهريه او ثانويه عامه كمان. تمام. وحل كامل، حل اكتر من 300 سؤال من كتاب المرشد وكتاب الطيب على المراجعه في وقت قليل، 3 ساعات ونص هتلم الباب الاول. وتمام، لو انت ماشي طبيعي في المنهج وحاسس ان انت مش فاهم المستر بتاعك، برضه المنصه بتاعتنا هتكون يعني خير اختيار ليك ان شاء الله. الترم كامل ان شاء الله معانا هيكون ب 100 جنيه. ولاي تفاصيل تانية ابعت الارقام اللي هتظهر لك على الشاشه. وسلام. احنا بقى في اخر كل حلقه بنقول لهم حاجه كده مميزه. ايه هي بقى؟ يا رب تدخلوا الجنه. يا رب تدخلوا الجنه. دي حاجه جميله. مع السلامه يا شباب.